هلا وحبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. اليوم راح اعلمكم طريقة تفريز السبيناق. شوفوا حبايبي، هنا عندي 4 بايك سبيناق، طبعا غسلتها كل زين وثرمتها ثرم كل زين. وهسه راح اروح وارجع لكم بالخطوة اللي بعدها. هلا وحبايب، هسه رجعت لكم بهاي الخطوة. شوفوا حبايبي، هنايا طبعا ورا ما غسلناه كل الزين وترمناه، راح نعبيه بأكياس. أكياس هي نايلون، يعني خاصة للتفريز، ونفس الحالة هم تطلعون الهواء قبل ما تحطوه. طبعا هاي الطريقة نفس الطرق اللي أنا نزلتها قبل، طريقة الفاصوليا الخضراء الثوم والحمص واللوبيا الخضراء، نفس الشي بالضبط. طبعا تحطوه بدون سلق نهائيا، وتعبوه بالاكياس، وتفرزوه بالمجمدة. اتمنى طبعا هاي الطريقة تعجبكم، وهاي اسهل طريقة لتفريز السبيناق تعجبكم. طبعا هذا ايضا راح يبقى موسم كامل، يعني شتوية كاملة راح يبقى، وتستفادون منه ان شاء الله، وتطبخوا بالهنا يا ربي. اتمنى طريقتي تعجبكم، واتمنى تدعموني بلايك وتسووا لي اشتراك، ومع السلامة.